أهلا بكم يا محبي السفر. تعالوا نتكلم عن كرواتيا، بلد الشمس، فيها بتشرق أحلى، والبحر لونه أزرق أصفى، والتاريخ عايش في كل حجر. زمان كانت كرواتيا جوهرة مستخبية على بحر الأدرياتيك، لكن دلوقتي بتسحر الزوار بآثارها الرومانية القديمة ومدنها اللي من العصور الوسطى ومنتزهاتها الطبيعية الخلابة. تخيل نفسك ماشي في شوارع مرصوفة بالحجارة اللامعة، الأمواج بتلاعب الموانئ التاريخية، وريحة اللافندر مالية الجو. مع أكثر من 1000 جزيرة، كرواتيا بتقدم لك هروب هادي ومغامرات مبهجة في نفس الوقت. هنا ممكن تستكشف قصر إمبراطور روماني الصبح وتسبح في مياه صافية زي الكريستال بعد الظهر. لكن كرواتيا مش بس مناظر طبيعية، دي مكان له روح. دفء الشعب الكرواتي وتقاليدهم العريقة واحتفالاتهم المبهجة بتخلي كل زيارة لا تنسى. دي أرض شكلتها إمبراطوريات، وكل وجبة وسوق فيها بيحكي قصة. هنسافر من أسوار دوبروفنيك العظيمة لشوارع سبليت المزدحمة، وخلال شلالات بليتفيتش، وعبر جزر زي هفار وكورتشولا. هوريكم إزاي تعيشوا تجربة كرواتيا زي أهلها، إيه تاكلوا وفين تروحوا وإمتى تزوروا. جهزوا شنطكم وهاتوا فضولكم، يلا بينا نغوص في قلب الأدرياتيك. كرواتيا مستنياكم. جاهزين للاستكشاف؟ يلا نبدأ. دوبروفنيك، لؤلؤة الأدرياتيك، مدينة تحس إنها كتاب قصص حي. ادخل من بوابة بايل وهتلاقي نفسك محاط بشوارع من الحجر الجيري اللامع ومباني باروكية وكافيهات بتنادي عليك. أحسن طريقة تشوف بيها دوبروفنيك، امشي على أسوار المدينة القديمة، كيلومترين من المناظر الخلابة. على جنب أسقف حمراء من القرميد وأبراج أجراس، وعلى الجنب الثاني زرقة الأدرياتيك اللي ملهاش آخر. بص لتحت على الحياة اليومية، غسيل منشور بين الشبابيك، وسكان محليين بيشربوا قهوة في ميادين مشمسة. استكشف قصر رئيس الأساقفة ودير الفرنسيسكان اللي فيه صيدلية عمرها قرون، ونافورة أو نوفاريو الشهيرة. ولمنظر بانورامي يخطف الأنفاس، خد التلفريك لجبل سيرج وشوف الغروب فوق المدينة والجزر. كل زاوية بتكشف قطعة جديدة من التاريخ. دوبروفنيك متحف حي، اتمشي، اتوى، وخلي سحرها يفضل معك. المدينة دي هتخطف خيالك ومش هتنسوها أبداً. سبليت هي المكان اللي بيمتزج فيه التاريخ القديم بالحياة الحديثة بسلاسة. المدينة كبرت حوالين قصر دقلديانوس، بيت إمبراطور روماني، اتحول لمركز حضري نابض بالحياة. النهاردة الناس بتعيش وتتسوق وتتعشى جوه أسوارها القديمة. البريستيل، ساحة القصر الكبيرة، مليانة حياة وعروض في الشارع. اطلع برج جارس كاتدرائية القديس دومنيوس عشان تشوف مناظر شاملة للمدينة والميناء. برها القصر مباشرا، ممشى الريفة مليان أشجار نخيل وكافيهات حيوية، مثالي لتمشية مسائية. ما تنساش الغرف اللي تحت الأرض في القصر، واللي دلوقتي بتستضيف معارض فنية وأسواق محلية. طاقة سبليت معدية وتاريخها موجود في كل حتة. هنا كل خطوة بتوصلك بقرون الماضية والحاضر النابض بالحياة. استمتع بقهوة في ساحة الرومانية، وبعدين توا في شوارع المدينة المزدحمة. سبليت بتفاجئك في كل منعطف. دي مدينة الماضي، فيها دايما حي، والمغامرة على بعد خطوة. منتزه بحيرات بليتفيتش الوطني، جنة طبيعية. 16 بحيرة متدرجة متوصلة بشلالات متدفقة. المياه بتلمع بدرجات الفيروزي والأزرق والزمرد، وبتتغير مع الضوء والفصول. ممرات خشبية بتلف في غابات خضراء، وتخليك تمشي فوق مياه صافية زي الكريستال، وتعدي جنب شلالات مدوية. المنتزه متقسم لبحيرات عالية وسفلي، كل واحدة ليها جمالها الخاص. المراكب الكهربائية والقطار البانورامي بيخلوا الاستكشاف سهل وممتع. الربيع والصيف بيجيبوا خضرا زاهية وشلالات قوية. الخريف بيخلي الغابة تشتعل بالألوان. الشتاء بيحول المنتزه لحكاية خرافية متجمدة. مهما كان الفصل، جمال بليتفيتش لا ينسى.
دي جنة لمحبي الطبيعة والمصورين على حد سواء. خلي صوت المياه المتدفقة وريحة الصنوبر تملأ حواسك. بليت فيتش هتخليك مبهور. ساحل كرواتيا مليان بأكتر من 1000 جزيرة، كل واحدة ليها طابعها الخاص. القفز بين الجزر ضروري. العبارات والمراكب السريعة بتوصلك للمغامرة. هفار بتسحر بحياتها الليلية، وحقول اللافندر والحصون التاريخية. كورتشولا دوبروفنيك الصغيرة بتجذب بشوارعها اللي من العصور الوسطى وحكايات ماركو بولو. ما تنساش رقصة سيف الموريسكا أو النبيذ الأبيض الشهير للجزيرة. مالييت بتقدم غابات هادئة وبحيرات مالحة مثالية لركوب الدراجات أو زيارة دير عمر قرون. براش هي موطن زلاتني رات أو القرن الذهبي، الشاطئ اللي بيتغير شكله باستمرار، والحجر الأبيض الأسطوري. كل جزيرة بتقدم قطعة فريدة من الجنة، سواء كنت بتدور على مدن حيوية أو طبيعة هادئة. استكشف، استرخي، واكتشف جزيرتك المفضلة. جواهر الأدرياتيك في انتظارك. كل جزيرة مغامرة جديدة. اكتشف هروبك المثالي. جزر كرواتيا لا تنسى. عشان تعرف كرواتيا بجد لازم تتذوقها. على الساحل استمتع بالمأكولات البحرية الطازجة، سمك مشوي، كاليماري، وريزوتو أسود غني بحبر الحبار. في الداخل استمتع باليخنات الشهية والسجق وطبق البيكا اللذيذ اللي بيستوي ببطء. ما تنساش الكولين، سجق حار من سلافونيا، أو جبنة باج الشهيرة المصنوعة من حليب الأغنام. زيت الزيتون الكرواتي عالمي، خصوصاً من إستريا، مثالي للرش على كل حاجة. جرب النبيذ المحلي مالفاسيا المنعش من إستريا، وبلافت مالي القوي من دلماسيا. زور الأسواق المزدحمة عشان تشوف الخضروات الطازجة والجبن والعسل. انغمس في النكهات المحلية. اتكلم مع الباعة، جرب حاجة جديدة، وخلي براعم التذوق بتاعتك ترشدك. كل وجبة بتحكي قصة الأرض والبحر. المطبخ الكرواتي رحلة في حد ذاته. استمتع بكل لقمة. شوية تخطيط بيفرقوا كتير في كرواتيا. زورها في أواخر الربيع أو أوائل الخريف عشان الجو الدافئ والزحمة الأقل. التنقل سهل. سوق على الطرق السريعة الحديثة. اركب العبارات الموثوقة أو استخدم شبكة الأتوبيسات الممتازة. كرواتيا بتستخدم اليورو، الكروت الائتمانية منتشرة، لكن خلي معاك شوية كاش للأسواق والمدن الصغيرة. الإكرامية محل تقدير، قرب المبلغ لأقرب رقم صحيح أو سيب حوالي 10% في المطاعم. اتعلم كام عبارة كرواتية. يوم بعيد، هفالة، شكرا، موليم، من فضلك. السكان المحليين ودودين وسعداء بالمساعدة. ما ترددش تطلب نصيحة. احتضن الثقافة، جرب حاجات جديدة، وسافر بعقل مفتح. كل ما تتواصل أكتر، كل ما تجربتك هتكون أغنى. كرواتيا بتكافئ الفضول. استمتع بكل لحظة. كرواتيا مكان بيجتمع فيه التاريخ والطبيعة والثقافة بطرق لا تنسى. استكشف الآثار القديمة، اسبح في الأدرياتيك، وتعشى جنب البحر، كل ده في يوم واحد. من أسوار دوبروفنيك لشلالات بليت فيتش، كل تجربة فريدة. الجزر، الأكل، الناس، كل حاجة بتضيف طبقة لسحر كرواتيا. دي بلد بترحب بكل مسافر، سواء كنت بتدور على مغامرة، استرخاء، أو اكتشاف. دفء السكان المحليين وجمال الأرض هيفضلوا معاك بعد ما تسيبها بفترة طويلة. كرواتيا مش مجرد وجهة، دي إحساس. شكراً لانضمامكم لي في هذه الرحلة. سريتان بوت، رحلات سعيدة. إلى اللقاء، استمروا في الاستكشاف.